مقرئ مشهور على مستوى العالم الإسلامي دخل لجنة الاستماع، وبدل ما يسمعهم قرآن جه مسمعهم غناء. يا ترى مين هو؟ اسمع الحكاية للآخر. سنة 1939 أذاعت إذاعة القاهرة أول تسجيل لعمنا الشيخ، وفي عام 1941 استدعته السلطات البريطانية عشان يقرأ في إذاعة الشرق الأدنى بفلسطين براتب 200 جنيه في الشهر، وفضل معاهم لحد عام 1945 وارتفع الراتب بتاعه إلى 500 جنيه في الشهر، والكلام ده على عهدة موقع ويكيبيديا. نشب خلاف بين عمنا الشيخ وبين مدير الإذاعة، نتج عنه إن هم استغنوا عنه ورجع مرة تانية إلى القاهرة. لما رجع إلى القاهرة لقى المسؤولين عايزين يعرضوه على لجنة استماع ويختبروه مرة تانية. طبعا الأمر ده أثار حفيظة عمنا الشيخ، وفي يوم الامتحان راح الإذاعة ودخل الاستوديو وادوله إشارة البدء إن هو يبدأ يقرأ، وبدل ما يقرأ قرآن جه ملعلع في الغناء، وخرج وهو بأعلى صوته من الاستوديو وقال: أنا مقرئ من 20 سنة، عايزين تمتحنوني؟ امتحنوني في الغناء، إنما مقرئ لا يمكن. ومن بعدها خرج عمنا الشيخ وما رجعش الإذاعة مرة تانية. عرفتوا من هو؟ هو عمنا الشيخ محمد فريد السنبيوني. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل